سبت البيت بقالي 4 سنين. ليه؟ بسبب ابويا وامي اتطلقوا من بعض وانا سني 7 سنين. تمام. راح انفصلوا من بعض، رحت محتار اروح فين، رايح عند جدي راح دخلني المدرسه، ما طلعتش المدرسه، قعدت فيها 3 ايام. تمام. رحت سايب البيت، سبت البيت، رحت لابويا، راح مسلمني جوز امي. تمام. راح جوز امي. ابوك سلمك لجوز امك؟ راح جوز امي راح قعد يذنبني وكده. يذنبك يعمل لك ايه؟ يعني يقول لي اقف كده، يقول لي اقف كده، يضربني بالكرباج، وجوز امي عرباج اساسا. راح قال لي، راح جاي لي، رحت ساب ايه، رحت خلاص الموضوع هدي، رحت ساب البيت، رحت قاعد في الشارع بقى 4 سنين. رحت قابلت، كنت في السيدة زينب، رحت زهقت من السيدة زينب. ابوك ما دورش عليك خالص؟ لا خالص. خلال ال4 سنين دول كنت بتعمل ايه؟ بات في ايه؟ ما هو جاي على السيدة زينب. كنت قاعد في السيدة زينب في حته اسمها النصرية. تمام. كل يوم ظابط شكل ينزل يديني قلم يقول لي تعالى امسح ايه؟ اسم السيدة. تمام. كنت بتعمل ايه في السيدة عشان يقول لك تعالى كده؟ كنت عايش مع مين؟ كنت بتعمل ايه؟ كنت عايش في حته اسمها النصرية، كنت شغال قهوجي. تمام. بنام في القهوه يعني؟ بنام في القهوة. رحت سبت القهوة ورحت رايح عند حته اسمها علي زين العابدين. تمام. رحت رايح، كنت قاعد هناك في خدم اكل وكده في الجامع وياكلونا وانام في الجامع وكده وامسح واروق الجامع البركه، حاجه لله. رحت رايح هناك، قابلت واحد اسمه باسم، قال لي انت هتشتغل معايا بتاع بلالين فين؟ قلت له فين يا باسم؟ قال لي في حته اسمها على شارع طلعت حرب، في قدام العبد الحلواني. تمام. رحت جاي ورحت قابلت واحد مات كده موتة ربنا. رحت زمايلكم؟ ايه؟ لا، واحد كده كان واقف بيتكلم مع واحد، راح اغمى عليه، راح ميت. تمام. رحت قابل محمد حسنين، قال لي انت عندك كام سنه؟ قلت له 15. قابلته فين؟ قابلته في عند العبد. امتى؟ ايه؟ من قيمه 40 يوم. 40 يوم. رحت قلت له ايه يا استاذ وكده، قال لي عندي 15 سنه. قلت له، قال لي تعالى نتمشى، قعدنا على كافيتيريا، مش كافيتيريا، رحنا البيت. راح الشقه، راح قال لي احنا جمعيه هنا، وشفت 9 اولاد. قال لي احنا جمعيه هنا وهنسفركم نويبع لمده 28 يوم، وهنروح وهنعمل لكم مشروع. قلت له كنت انا معترض. استنى قال لك هنسافركم فين؟ نويبع. ليه؟ مش عارف، بيقول لك مع الدكتور محمد حمزه. الدكتور محمد حمزه؟ تمام. لمده 28 يوم. قلت له ليه؟ بيقول لي هنعمل برنامج نفسي. برنامج نفسي. تمام. وبعد كده ايه اللي تم في الجمعيه؟ رحنا، احنا كنا اصلا هنروح، بس الحمد لله ربنا ستر ودخلت. راح جاي، رحت معترض، قال لي انا هجوزك وكده وهفتح لك مشروع وهتبقى معانا لغايه الاخر، وشفت صورته وعامل كده في ميدان التحرير. قال لك هيجوزك، كان نفس الكلام ده بيقوله لبيت زمايلك ولا ليك انت لوحدك؟ مش عارف، الله اعلم. تمام. رحنا رايحين، راح قال لي انت مش عارف، انت هتنام وكده وهتاكل وهتشرب وهتقعد. قلت له مقابل، قال لي احنا اصلا بنعمل مشروع وفي الاخر هنجوزك. تمام. حلو. رحت قعدت، بعد 5 ايام كانوا بيقفلوا الباب كده، مقفول بترباس من جوه الباب، بيقفلوه بقفل. تمام. رحت قلت له يا استاذ محمد ليه كده؟ بيقول لي عشان محدش يهرب عبيد، وكان الشبابيك المفتوحه اللي زي دي يقفلها. بيقول لي عشان محدش يهرب يا عبيد، عشان محدش يسيبه والبرنامج يبوظ. احنا جايين، رحت بعد 5 ايام راح بقول له انت ليه عملت ليه؟ انا عايز امشي. قال لي ايه؟ قال لي انت هتمشي ليه؟ راح شخلني وقعد زعلي. رحت قعدت برضه اكرر ان انا عايز امشي. راح قال لي خلاص هات اتصل ليك مكالمتين، مكالمه اللي انت تعمل فيها تجيب فلوس، والمكالمه الثانيه اللي انت تستعجل الفلوس عشان تجيب. راح سأل مراته، قال له كام؟ قالت له يا محمد ممكن يكون 1000 جنيه. قال لي خلاص اتصل بقى وقت ايه؟ 1000 جنيه. رحت معترض عشان معيش فلوس بقى، واهلي سايبيني وكده. رحت قاعد. راح كانوا بياكلونا ب5 جنيه في عيش، ب5 جنيه فول، 3 جنيه طعميه، و7 جنيه عيش.
تمام 5 فول و3 طعميه و7 عيش. تمام 10 جنيه 15. 15. راح جايين، راح مرة كانوا يعني ساعات بيبقى يعني ناس متطوعين بيجوا لنا بيذاكروا لنا وكده، وهو عمل لي نضارة. الراجل ما حصلش، بس كان في أصلا كان في قرار اللي هو يعمل معانا ما يعملش معانا باب للطاقة. تمام. كان ايه اللي بيعمله معاكم بعد يطلب منكم تنزلوا الشارع تعملوا ايه؟ لا ومرة محمد طلعت كان جاي. مين محمد طلعت؟ واحد كان اسمه محمد طلعت كان جاي من المغرب؟ كان جاي يكتشف عن المشروع، يكشف المشروع. ده مصري ولا مغربي؟ لا مصري. وعايش في المغرب؟ وعايش فيه، معاه جنسية مغربية. كان جاي يكتشف مصر، قعدنا نهزر وكده. عملنا حاجة اسمها مشاركة، نعمل دورية بالكراسي ونشوف أكتر ناس عملوا مشاكل. طلع 3، أنا واحد اسمه أحمد الدلوع وأسامة معانا هذا المكان. في هذا المكان. وراح قال لنا ادخلوا، قال له عملت، وقعد يوقفنا كده، وقفنا كده، وجاب لنا نص جنيه، وقال لنا بص على نص جنيه كده، وكان بيضربنا بالإقلام وضربنا بالإقلام ويصوركم. لا استنى، انا جاي لك على الحته بتاعت التصوير دلوقتي. راحت مراته قالت له الفكره يا محمد حسين اللي احنا نصورهم ونفضحهم. قال لها صدقني هات الايبود. تمام. راح جابت الايبود، راحت كله العمال كله. رحت انا قعدت اصورك وكده، قال لي كله. رحنا متصورين. كان هو ومراته بس اللي بيبقوا موجودين في الجمعيه؟ لا ساعات يبقى متطوعين يقول لنا الصبح. لا لما كان بيحاولوا يضربوك او يعاقبوك كان هو ومراته بس؟ وانتوا كنتوا كتير ما كنتوش بتقدروا عليهم؟ لا كله كان ما كناش ايد واحده. وفعلا مش بالايد، ما نعرفش نساعد بالايد الواحده، مش بنساعد. تمام. وكنتوا فعلا بتقلعوا ويصوروا؟ قلعت انا صور. طيب موضوع الشذوذ الجنسي ده؟ ايه؟ موضوع الجنسي. النزاعات الجنسيه لا احنا حته اسمها قاعه، يعني في اول الطريقه دي لغايه اخرها حته اسمها قاعه، كله بقى بينام فيها، وبيجيبوا لنا بيقولوا لنا خدوا بطانيتين ومخده، وكله نام جنب بعض. بطانيتين ومخده؟ واحده؟ ايه؟ مخده واحده؟ راح جاي، وساعات كنا بنلاقي على اللابتوب حاجات مجزره كنا بنتفرج عليها. بتاعهم هم اللي بتاع محمد؟ بتاع الجمعيه بتاع حسنين اتش بي ولا مش عارف ايه. تمام. احنا جايين، كان كل شويه ما كانش يسيب اللابتوب، كان يقعد يكتب بقى كده كلامه. قال له جيت مره كان فايق، قلت له يا استاذ محمد انت ليه بتعمل بيقول لي احنا بنشتغل مع ناس. بيقول لي انا ممكن اكتب لها السلام عليكم ونبتدي نتكلم مع بعض. كان بينزلك الشارع مظاهرات؟ ايوه نزلني. كم مره؟ هي مره واحده يوم السبت بتاعت احتفال مرات احمد دومن. احتفال مرات احمد دومن؟ بتاعت الاتحاديه؟ عملت ايه هناك؟ طلب منك ايه تعمل ايه هناك؟ قال لي انت هتنزل هتاخد 50 جنيه عشان احنا عايزين عدد كبير. رحنا لقينا العسكر حكم. رحت انا حلفت الطوب، ما عرفتش انا سبت كام عسكري. حلفت طوب كتير؟ يعني مش كتير. رحنا جايين حلفنا الطوب، رحنا طلعنا نجري. قابلت واحد اسمه ديفيد وشيمس ودومينيك وزينب واحمد انتش واحمد سعيد، اسمه احمد سعيد. رحنا جايين، مرة رحنا سايبين. راح جاي قال لنا ما حدش يتكلم في الحاجة دي. كنا بنقول شعارات دينية، شعارات سياسية. زي ايه؟ زي يسكت من كل من خان فلول عسكر واخوان. ده اللي كان بيحفظكم محمد حسين؟